في حكايات في التاريخ بتبدأ من تحت الصفر بس بتوصل للسماء. حكاية السلطان ده بدأت من سوق العبيد، لكن النهاية عرش مصر والشام وسلالة حكمت قرن كامل. النهاردة هنحكي لكم عن المنصور سيف الدين قلاوون، المملوك اللي عرف ازاي يحكم من غير ما يسفك نقطة دم. قلاوون اتباع وهو صغير في سوق العبيد ب1000 دينار، مبلغ خرافي وقتها، ومن هنا جه لقبه قلاوون الألفي. اتربى في وسط المماليك واتدرب واتعلم وتشكل في بلاط الحكم، بس اللي ميزه عن غيره دهائه، تخطيطه، صبره الطويل. في عهد الظاهر بيبرس بدأ يلمع نجمه. بيبرس اتقرب له جدا وحتى اتجوز ابنه من بنات قلاوون، بس لما الحكم اتلخبط وابن بيبرس اتنحى، قلاوون ما استعجلش العرش، رشح طفل صغير للحكم وقال أنا أتابكه، يعني القائد الفعلي. ومن هنا بدأ ينهي خصومة واحد ورا التاني من غير ما يفتح سيفه. شوية بشوية بقى هو السلطان الحقيقي من غير ما يضرب طلقة. ومن هنا بدأ عهد جديد، مش بس ليه لكن لسلالة كاملة من بعده. لما حس ان ولاء المماليك الظاهرية ليه ضعيف، جاب مماليك شركس جداد رباهم بنفسه، ومنهم بدأ عصر المماليك البرجية. بس قلاوون ما كانش حاكم مكتب، ده نزل معارك بنفسه، وقف في وش المغول في معركة حمص الثانية وكان جيشهم أضعاف جيشه، وقائد المغول مات بعدها بسنة. ومن ناحية تانية منساش الصليبيين، ما حاربهمش على طول، ده كان بيلعبها بدبلوماسية. عمل معاهم 7 هدنات، رجع لهم شوية حصون وساب لهم كنيسة النصرة عشان يزوروها، بس في المقابل طلب منهم شرطين: أي حملة صليبية جديدة يعرف بيها قبلها بشهرين، وأي حركة غريبة من المغول لازم يبلغوه. ده ما كانش سلطان عادي أبدا، ده كان بيفك تحالفات وبيكسب وقت. وفي الآخر رجع لهم وضربهم وانتصر، فتح طرابلس وبيروت واللاذقية، وكان ناوي يفتح عكا بنفسه، لكن القدر سبقه. وفي سنة وفاته كان ناوي يروح يحج، لكن لما سمع إن الصليبيين في عكا اعتدوا على تجار مسلمين، قال الحرب أولى من الحج، وبدأ يجهز جيشه وطلع من القاهرة وهو تعبان، بس الإصرار كان أقوى من الألم. وفي الطريق صحته تعبت أكتر، وفي يوم 6 ذو القعدة سنة 689 هجرياً اتوفى السلطان قلاوون، واتدفن في مدرسته اللي بناها في شارع المعز اللي لسه واقفة لحد النهاردة. المنصور قلاوون مش بس سلطان قوي، ده عبقري حكم وفنان سياسة ورجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من عبد لسلطان لصانع سلالة. ودي كانت حكايته.